الشغل كله غلط بغلط بغلط، انا مش لاقي حاجه صح هنا. حتى شوفوا الكفر بتاع العمود قد ايه. تعالوا بقى بصوا، ادي المصايب بتاع الناس اللي هي بتركب شغل وبتقول مهندسين ايه وبتاع، احنا بنينا مره واثنين وثلاثه. تعالوا بقى بصوا البلوه اللي احنا بنرمم بسببها السقف، كارثه. اوعى حد يطلع من الحلقه، خليكم معايا. بصوا بقى هنا الصاله دي اولا معموله من غير كاميرات، غير الكاميرا دي بس، والكاميرا دي طبعا هنا بقيه الشقه كلها ما فيهاش كاميرات، لا هنا في كامر ولا هنا في كامر. الحديد ده متركب على ايه؟ متركب على حيطان. هنا في كمان كاميرا مدفونه هنا راكبه على العمود ده، وعاملها بحديد 6 مللي وموصلها بالعمود اللي جوه في المطبخ هناك اهو. خليكم معايا اهو اهو. ايوه ده دي مفروض ان انا هعتبرها كاميرا. طب لو هو هيعتبرها كاميرا، تعالوا بقى شوفوا المصايب. لو هو صح تعالوا شوفوا المصايب بقى اللي باني عليها الكاميرا الغلط. اولا المفروض الكاميرا ان انا اعمل الفرش، طبعا الاتجاه الطويل عندي فين؟ الاتجاه الطويل لما يكون الاتجاه ده اتجاه الطويل كده انا المفروض برمي الفرش كده على الاتجاه ده كده، اللي هو القصير يعني الفرش كده، والغطا يبقى كده. البيت طبعا هنا ادي الحديد بتاع الايه؟ بتاع الفرش، رميه في الاتجاه الطويل. دي اول غلطه. تاني غلطه انه طبعا عامل اللي اتقطع هنا عند الحروف دي اللي انتوا هتشوفوها دي كده، عامل سيخ سليم بطوله وسيخ وصله من النص، في طرف تاني للسيخ هناك اهو، وجاي عند النص هنا كده ورابط السيخين ببعضيهم. ينفع يا مهندسين ان احنا نربط السيخ في وسط البحر؟ لا في كمر ولا في عمود ولا في سقف ولا في سمل تحت. فالشغل كله غلط بغلط بغلط، انا مش لاقي حاجه صح هنا. حتى شوفوا الكفر بتاع العمود قد ايه. الشرخ ده كله كفر العمود، كل الشرخ ده كفر. أرجوكم تهتموا بحاجتكم. محدش يشتري بيت ولا شقة ولا أي مبنى إلا لما يجيب مهندس يفصصه له. لو صاحب الحاجة مرضيش ما يشتريهوش حتى لو بنص الثمن. نمرة 2، ما تبنيش إلا لما يكون معاك واحد شاطر يقف معاك وأمانة، وما تسترخص في أي حاجة، لأن آدي تمن الاسترخاص. المصايب اللي احنا بنشوفها. اللي عجبته الحلقة يتابعنا ويعمل لنا لايك ويعمل لنا شير، ووجودكم معانا هو سبب استمرارنا. ألقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.